وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناه مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل احلى وصفه واسرع وصفه ممكن تاكلوها في حياتكم، وهتبقى حلوه جدا بصوا هتعجبكم جدا. اصحاب المزاج العالي في الاكل هم اللي يعرفوا الوصفه دي، او الطاسه اللي انا هعملها معاكم النهارده دي هتتكلم عن ايه بالظبط. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل طاسه سجق وطاسه كفته مع بعض في قلب طاسه واحده وفشه. دي تعتبر من اللي هي فواكه اللحوم. تمام. انا هنا معايا ايه بقى؟ هي طبعا طاسه تبقى حلوه كده، تكون واسعه او تكون غويطه. حطيت فيها ايه؟ حطيت فيها معلقه زيت اسفه، وحطيت فيها قطع من الليه اهي. قطع الليه دي انا بكون عاملاها في الثلاجه عندي في الفريزر، بكون ساليه الليه ومطلعه اللي طالع منها ده اسمه السلة بتاع الليه ده. باخده كده بقطعه حتت صغننه زي ما انتم شايفين، وبحطه في علبه في الثلاجه في الفريزر. لما بعوز اعمل صينيه كبده او بعمل صينيه طاسه وصينيه اللهم صل على النبي سجق او سمين او اي حاجه محتاجه ليا، باخد منها المكعبات دي كده وبحطها، وساعات بعمل بيها الطبيخ بتاعي. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ زي ما قلت لكم طاسه السجق والكفته اسفه معلش، طاسه السجق والكفته وفشه. تمام. الفشه اللي انا هعملها معاكم دي النهارده اللي احنا سلقناها مع بعض في القناه، وقلت لكم ان انا هعمل منها وصفه تانية. تمام. انا معايا هنا ايه؟ معايا هنا الكفته اهي، نزلتها على حبه زيت وعلى قطع الفانيليا، ومعايا انا هنا سجق بلدي من عند الجزار اهو. قطع الصباع السجق كده، او قطع حته السجق على 2. هنزلها برده معانا في الطاسه كده على اطراف الطاسه، عشان انا عايزه الطاسه عايزه الطاسه تبقى سخنه، وفي نفس الوقت لما انزل السجق عليها يقفل زي ما انتم شايفينه كده. بصوا اهو، مش عايزاه ينزل ميته، تكون الطاسه معايا سخنه، انا عايزه الطاسه تكون سخنه. بصوا بقى، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، تحفه، ريحه حلوه جدا. بصوا انا مش هاجي جنب اي حاجه ولا هقلب لحد ما تاخد لون. انا عايزاها تاخد لون من كل ناحيه الكفته والسجق بتاعي، عشان انزل بعد كده عليهم بالفشه بتاعتنا. بصوا هديها ايه؟ هديها رشه كزبره كده ناشفه خفيفه، رشه كده خفيفه خالص، وهديها معاكم رشه فلفل اسود، رشه حلوه بقى كده من الفلفل الاسود مكتر كده شويه اهي. مش هقلب ولا هاجي جنب اي حاجه غير لما ياخدوا لون على الايه، على الوش اللي هم محطوطين عليه. بصوا بقى خلاص اهي، كل حاجه خدت لون على الناحيتين. بصوا اهي، هعمل بقى هركنهم كده على جنب، هركنهم كده على جنب خالص، وهنزل بقى بايه؟ مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. هنزل بقى بالفشه بتاعتي، الفشه دي اللي انا سلقتها معاكم وقلت لكم انا شايله منها جزء او شايله منها حبه عشان خاطر هعمل بيها حاجه ثانيه. بصوا يا جماعه، الحاجه في الثلاجه عندكم بتفيق يعني بتنفع. انا جايبه ما شاء الله كيلو من الفشه، عملت منهم 3 مرات اكل. يعني انا عملت منها ادي مره، ودي مره تانية عملتها لما عملتها معاكم، لما سلقتها وعملت منها اكله، وعملت منها اكله تاني يعني، بس الاكله دي ما صورتهاش يعني. فبصوا اللهم صل على النبي، الحاجه بتنفع لما تجيبيها مثلا مره واحده وتسلقيها، وبالذات الحاجات اللي هي بتاعت حلويات المطبخ، الفواكه اللحوم الحاجات دي، بتجيبيها بتسلقيها مره واحده وتقسميها بقى على 3 وجبات. تمام. يعني والسجق برده نفس الموضوع، والكفته انا جايبه الكفته دي برضو اللي هي عند الجزار، جايبها من عند الجزار، دي كفته السمين. هبقى اعملها برضو معاكم في مره، بس انا بصراحه دي مشتريها لان ما كانش عندي ساعتها وقت في العيد ان انا اعمل حاجه، فجبتها جاهزه من عند الجزار بيعملها يعني للسمين وكده. بس هو عاملها لي انا مخصوص، يعني عاملها لي مخصوص، مش عاملاها، مش جايباها يعني منه اللي هي ايه بيبيعها جاهزه دي، اللي هي بيبقى فارم فيها اي حاجه وخلاص، لا انا مخلياها عاملها لي مخصوص اهي. بصوا برضو دي برضو كنت جايبه كيس كيلو، عمل لي برضو اكتر من مره. والسجق برضو ده كنت جايبه برضو كيلو، وعملت برضو منه مرتين اكل، ودي التالتة اهي. فالاكل يعني والحاجه دي بتنفع في التلاجة، لما تجيبوا الحاجات في الفريزر بالشهر مثلا هتديكوا هتكفي كمان. فما شاء الله اللهم صل على النبي اللهم بارك. يعني بصوا الحاجه حلوه ازاي، بتنفع. بصوا كل ده بيبقى بيتشوح اهو مع بعضيه على نار عاليه. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي والطعم بقى عامل ازاي.
بصوا هحط بقى ايه، هحط معايا معلقه توم كده اهي، وهحط معايا قرنين فلفل او قرن واحد نصين عشان مش عايزاه يبقى حراق، وهحط معايا بصلايه كده حلوه اهي. بصوا اهي، بصوا بقى يا جماعه، مش قادره اقول لكم الريحه والله عامله ازاي. بصوا شكلها، هديهم بقى تشويحه حلوه كده. انا عايزه ريحه الثوم تطلع معايا، والثوم ياخد كده تشويحه حلوه هو والبصل اهو. بصوا تحفه تحفه بجد. الصينيه دي او الطاسه دي يعني غاليه جدا في المحلات اللي هي بتبيع السمين والحاجات اللي هي فواكه اللحوم والكلام ده، اللي هي المصمت والمطاعم اللي بتبيع الحاجات دي بيبيعوها غاليه جدا. بصوا خليكوا كده يعني ايه، حاولوا كده ان انتوا توفروا كده في البيت وتظبطوا حالكم وتمشوا على قد الميزانيه اللي معاكم. طبعا كلنا بنمشي على قد الميزانيه اللي معانا، وكلنا بنحاول نظبط امورنا، طبعا كلنا شاطرين. بس انا ايه يعني بتكلم لو في حد مثلا لسه متجوز جديد مش عارف يظبط حلو، لان انا كنت واحده من الناس كنت لسه متجوزه جديد برضو مش عارفه اظبط حلو، انا مش عارفه اظبط ميزانيه بيتي وكده. بس لما قعدت كده مع نفسي ومره على مره عرفت اظبط بيتي، وعرفت اشوف انا محتاجه ايه واجيبه في الشهر، عرفت اجيب محتاجه ايه بالاسبوع اجيبه بالاسبوع، عرفت اظبط حاجتي في ثلاجتي. بقيت اعمل مثلا حاجات بالشهر مثلا او اركنها في الفريزر، اطلع على كل يوم حاجه، كل يوم اكله كده، لحد ما ظبطت حالي والحمد لله ماشيه بيتي الحمد لله، وماشيه بيتي كويس جدا الحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. هسيبها بقى انا لحد ما تتشوح كده وتاخد التشويحه المظبوطه وهوريها لكم بقى في الاخر. بصوا يا جماعه بقى الجمال، بصوا الحاجه اتحمرت ازاي، خدت لون ازاي، بصوا كل الحاجه اهي، بصوا عامله ازاي. مش قادره اقول لكم الريحه قلب الدنيا، حياة ربنا بجد الريحه قلب الدنيا. بصوا التحمير الحلو بتاع الحاجه. خلاص كده مش هعمل لها اي حاجه ولا احط لها اي حاجه تاني، خلاص انا بس حطيت لها الملح بتاعها عشان ما كنتش حطيت ملح اهي. هغرفها بقى معاكم دلوقتي وهوريها لكم. خرابي بقى يا جماعه، بصوا تفاصيل الطبق ده، يعني بصوا مش قادره اقول لكم التفاصيل بتاعت كل حاجه في الطبق ده تحفه ازاي. بصوا عاملين ازاي الطبق، بصوا تحفه. بصوا الحاجه متحمره حلو ازاي. بصوا معانا السجق اهو، معانا الكفته والفشه والقرقيش اللي هي بتاعت الزور. طبعا قرن الفلفل ده حراق جدا، هيخلي الاكل طعمه تحفه. بصوا انا غرفها على جرجير كمان، الجرجير حلو جدا. بصوا معايا ايه هنا كمان، جرجير اهو. طبعا الاكل دي جنبها جرجير، سلطه طحينه اهي، مخلل. ومعايا بقى طبق تاني تحفه جنبيها اهو، ممبار من اللي كنت عاملاه معاكم برضو. كميه الممبار اللي انا عملتها معاكم ما عملتهاش كلها في نفس اليوم، انا شلتها عشان تاني يوم عملت جنبيها هي طاسه السجق والفشه والكفته. بصوا الحاجه بتعملي منها مرتين تلاتة. بصوا تفاصيل الطبق يعني تحفه. بصوا الممبار جميل، مش قادره اقول لكم طعم الممبار بتاعي عامل ازاي والله. بصوا بقى الفشه، بصوا تفاصيل الطبق، يعني مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. واتمنى ان انتوا تكونوا يعني معايا بجد تجربوا طعمه. بصوا بألف هنا وشفا يا رب كل اللي كل منه اهو. بصوا عامل ازاي. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو، ولو عجبكم بقى الوصفه بتاعتي اتمنى ان انتوا تجربوها، اللي هي الكفته والسجق والفشه. ممكن تشيلي منها الفشه وتعمليها كده تبقى طاسه سجق وكفته بس، تبقى برضو تحفه اهو. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني جديد وصفه فرتلاه. واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.